صديقي العسل اللي عامل لايك وشغل الإشعارات وداخل متحمس أكتر من طفل فتح علبة فشار في السينما. شكرا من القلب يا نجم. يلا بينا نعيش الحكاية سوا. في وسط دوشة المسرح عندنا سو، مخرجة المسرح اللي شكلها واخدة لقب ملكة التوتر العالمي من غير ما تقدم ورق ترشح. البنت دي مش بس مخرجة، دي بتجمع ما بين حس الدراما، كسل القطة اللي شبعانة والطموح موزع مناديل في عز الشتاء. يعني لو المسرح كان سوق كانت هتبقى البيعة اللي بتضحك بس من جوه وبترمي مناديل على كل واحد يمشي من جنبها، بس في نفس الوقت بتبعت نظرات تخوف تخلي الناس تجري بعيد. كل يوم بتروح المسرح وهي بتتمشى كأنها داخلة ساحة معركة، بس بدل ما تمسك سيف ماسكة كوباية قهوة منزوعة الثقة. أول ما بيوصل الطاقم بيبدأ فيلم الرعب. كيونج الممثلة اللي صوتها عامل زي منبه الميكرويف آخر الليل بتيجي تزغرط في وش سو وتقول لها: يا أستاذة احنا واقفين بقالنا 8 ساعات، ركبنا زغللت وعظمنا بيزن. بجد 8 ساعات واقفين؟ لو حد عمل كده كان زمانه في متحف الآثار جنب تمثال فرعوني. وسو ترد بكل برود الكون: طيب ناخد بريك بس، محدش يتحرك من مكانه عشان لما نرجع نكمل مشهد الصراخ بواقعية. يعني باختصار برايفت بريك في سجن الكومبارس، محدش يحاول يهرب لأنه لو هرب هيبقى البطل في فيلم رعب جديد. بيرن تليفون سو وبالصدفة بيكون تشوي، الطيار اللي وشه طالع في كل كتالوجات الرجولة، وبدل ما يسألها ازيك بيقول لها: أنا رجعت كوريا مخصوص عشانك، عايز أخدك خطف كده، زيارة خاطفة للجواز. وسو من الصدمة تشهق نفس شهقة الفتيات في مسلسلات كورية لما يمسكوا الباب غلط ويدخلوا على مشهد مش للعرض العام. صدقني لو انت في موقف سو كنت هتخنق الطيار ده قبل ما يفتح علبة الخاتم. بيركع تشوي ويطلع علبة الخاتم من جيبه كأنه بيخرج جن من مصباح ويقول لها: أنا طالب إيدك، تعالي نعيش زي عصفورين كناريا. وسو: كناريا ايه يا عم، أنا حتى مش عارف أعيش زي بني آدمة، جواز إيه دلوقتي؟ وبتهرب وهي ناسية شنطتها، وتشوي يلاقيها ويعمل حركته المكرة ويحط علبة الخاتم جواها عشان يبقى لعبة من تحت لتحت. نروح لهان، صاحب السيرة الذاتية الأطرف في تاريخ الموارد البشرية. الراجل ده وظيفته يقنع الناس يسافروا، لكنه كل مرة بينهي المكالمة والعميل بيحجز تذكرة للبيت مش لأي بلد. المدير يسمعه بيقول لواحدة: ما تروحيش إندونيسيا، ده فيها تسونامي وعقارب وفي احتمال تلاقي الديناصور راجع فجأة. المدير بيقوم عليه بيقول له: انت بتشتغل معانا ولا مع الأمم المتحدة؟ احنا نبيع رحلات مش نوزع نشرات كوارث. هان يقول له: أنا بحب الصراحة عشان محدش يرجع لابس جبس ويشتكي. المدير: أنا هجيب لك جبس مخصوص ولبسك بيه وتطلع بيه من الشركة، لم حاجتك وامشي. بيرجع البيت يلاقي أخته الصغيرة داخل عليه بفتان ضيق جدا، بتقول له: أنا مثيرة كده. هاني يقول لها: أنت مثيرة للغضب، لولا إن أخوكي كنت اتصلت بالنجدة. نرجع لسوم، أبوها يلاقي علبة الخاتم في شنطتها ويبص فيها كأنها ورقة لوتو كسبت الجايزة الكبرى. أخيراً هتتجوزي يا بنتي، كنت هفتح صفحة وفيات بسببك. بيقرر هاني يفتح مشروع عبقري اسمه البحث عن حبك الأول. يعني لو قلبك اتحرق من حب زمان هو هيحاول يطفيه أو يولعه أكتر. المهم ياخدك في جولة. أول زبونة بتقول له: عايزك تدور لي على حبيبة جوزي الأولى. يا سلام على القلوب الطيبة، انت مش بتغيري؟ الست: لا، بس لما تلاقيها كلمني عشان أقتلها وبعد كده أقتل هو كمان. هان يقول لها: شكلك فهمت الخدمة غلط. نروح لسو اللي بتروح المكتب وهي شايفة المشروع فاضي وبتقول لهان: أنا عايز ألاقي حب زمان، بس بصراحة مش فاكرة منه غير إنه كان حلو واداني حباية دوار طيران. هان يقول لها: يعني مندور على حب ببرشمة؟ ده فيلم مش مشروع. المهم يسافروا يدوروا، يركبوا القطر وينزلوا محطة غلط، يضيعوا في الغابة وسو تغمى عليها وهان يشيلها على ظهره كأنه رامب رومانسي. يوصلوا لبيت واحد اسمه كيم، يطلع مش هو، يرجعوا تاني يدوروا وتقعد سو تفكر وتقول له: أنا خايفة ألاقيه مش نفس الشخص، ولا إنه شكله اتغير، ولا ممكن يكون اتجوز وبقى أب وعنده كرش. هان يقول لها: يعني أنت مش بتدوري عليه، أنت بتدوري على نسخة خيالية من الماضي. تفضل الحكاية تتطور وسو تبكي وهان يقول لها: أنا معجب بيكي، ومش علشان شكلك، علشان طريقتك في الشخط على الممثلين. وسو: وأنا كمان، بس لو سمحت ما تخليش الناس تفتكر إنك معايا لأنك شبه الكومبارس اللي بيجري في الخلفية. كل ده ولسه ما وصلناش للنهاية، بس خليني أقول لك حاجة. سو في الآخر بتكتشف إن الحب مش دايما بينجح،
بس اللي بيفضل هو الناس اللي بتحاول. وهان قرر يسيب البحث ويمسك القلب اللي قدامه. وبنكمل يا صاحبي الحكاية اللي شكلها اتكتبت بدموع المساخر وبحبر الدراما النفسية. وسو لسه في قمة التخبط العقلي والعاطفي ما بين حب قديم زي اللبن الرايب وحب جديد طالع له شربين في وشه. بعد ما قررت سو تسيب المسرح وتنسحب، وده كان متوقع بصراحة لأننا كنا متأكدين إن دي واحدة قراراتها بتتغير أسرع من إشعارات التيك توك، فجأة بنلاقيها راجعة تاني للمسرح بعد أسبوعين. ليه؟ أصلها حلمت إن الجمهور بيسقف لها، ولأنها من النوع اللي بيأمن بالأحلام أكتر من الجدول الزمني للمسرحية. رجعت، بس المرة دي رجعة عاملة فيها مخرجة عنيفة، يعني بتزعق على كيونج اللي كانت دايما بتتلكك وبتقول لها لو مش عاجبك المسرح روحي اشتغلي في سيرك، على الأقل لو وقعت الناس هيسقفولك. بس كيونج كالعادة بترد بمنتهى القرف، أنا ممثلة محترفة. سو محترفة؟ انت لو نزلت تمثلي في إعلان معجون أسنان المعجون هيهرب. وسط الخناقة دي بيظهر تشوي من تاني. والله الطيار اللي راجع من أمريكا واللي دايما يدو وقت البريك كأنه حاسس إن الكاميرا شغالة. المهم تشوي بيقرب من سو وبيقول لها بصوت رخيم كده لسه في فرصة، نرجع نبدأ من جديد. وسو بترد عليه وهي ماسكة القهوة كأنها ماسكة مستقبله. تشوي انت راجل طيب، بس أنا دلوقتي مش بدور على طيارة، أنا بدور على طوق نجاة. وطبعا كلامها طلع زي الصاروخ على قلبه، لأن وشه بقى عامل زي كيس الشيبس الفاضي، منفوخ ومبطوط. في الناحية التانية هان كان بيعمل إعلان ضخم لمشروعه البحث عن حبك الأول. جاب فيه كمبارس شكلهم طالع من مسلسل تاريخي، وخلى واحد لابس لبس الساموراي يقول لو قلبك اتكسر من سنين هان هيرجعه زي الفلين. بس الإعلان جاب مفعول غريب. جاله واحد عجوز عنده 82 سنة بيقول له أنا حبيت واحدة وأنا في أولى ابتدائي اسمها سونجا، كانت بتسرق مني الكرواسون كل يوم وقلبي معاها لحد دلوقتي. هان يقول له طيب فين سونجا؟ عندك عنوان، صورة، أي حاجة؟ الراجل كان اسمها سونجا والباقي في القبر مع الذكريات. هان قال لنفسه أنا فتحت مركز تأمل مش مكتب بحث. وفي ليلة من الليالي هان وسو قرروا يخرجوا يتمشوا في الشارع. فجأة سو بتقف وبتقول له تعرف يا هان أنت غريب. هان يقول لها غريب يعني إيه؟ سو يعني من النوع اللي لما بيحاول يطمني بيتكلم عن البراكين والزلازل، ولما بيحب بيقعد يقول كلام كأنه طالع من مانوال تصليح مكيف هوا. هان يقول لها بس أنا صادق. سو وعشان كده بخاف من اللي بيحب بصدق. هان وقف لحظة وبصلها بنظرة فيها دمعة متعلقة في زاوية العين وقال لها بس أنا مش هفضل متعلق، أنا أحبك لحد ما الكهرباء تقطع. في الوقت ده بيكون بارك صديق هان عامل مفاجأة، جاب له عنوان شبه أكيد لشخص ممكن يكون هو كيم، وقال له يلا يا عم جهز نفسك هنروح نقفل الملف ده. وسو كانت مترددة بس قالت يلا بينا نشوف الماضي يستاهل نرجع له ولا ندفنه بالشياكة. وبيسافروا على قرية نائية شكلها كأنها مرسومة من الهند من درجة الهدوء، وبيلاقوا هناك شخص اسمه كيم جيونج وبنشوفه يا لهوي طلع صيني مش كوري أصلا. سو بتبص لهان وتقول له واضح إننا بندور في كتالوج غلط. هان يقول لها واضح إن الماضي مش بيحبنا، بس أنا بحب الحاضر خصوصا لو فيه انتي. وبعد كام مشهد من المشي وسط المطر، عشان الدراما الكورية ما ينفعش من غير مطر، بيقفوا تحت شجرة وسو بتقول له أنا حاسة إني بقيت تايهة أكتر من الأول. هان يقول لها بس المرة دي أنا معاكي، ولو تهنا نضيع سوا. وهنا الموسيقى تعلى والكاميرا تزوم على وشهم والجمهور يعيط وإحنا نقول بس كده. دي كانت رحلة كلها حيرة وضياع وسخرية وأمل. بس ما تفرحش قوي، لسه النهاية. يوم المسرحية كل حاجة ماشية بالعافية، كيونج ناسية الدور والإضاءة عاوزة تتفجر، بس وسط كل ده سو طلع على المسرح لأول مرة مش مخرجة، لأ ممثلة. ووقفت وبصت للجمهور وقالت بصوت عالي أنا طول عمري بدور على إضاءة مناسبة، بس اكتشفت إن اللي كان ناقص هو قلبي. الجمهور بيقف يسقف وهان في أول صف بيعيط كأنه ساب الغلاية على النار. وفي آخر العرض بيطلع لها على المسرح وبيقول لها أنا مش جاي أعمل لك مفاجأة، أنا جاي أبدأ معاكي حياة جديدة. وبيطلع الخاتم، لأ مش بتاعت شوي، ده جديد وكبير كده زي النية الصافية. وسو بترد أنا مستعدة، بس لو حصلت زلازل أو براكين أنت اللي هتتحمل، أنا ماليش دعوة. وكل الناس تسقف والمخرج يصرخ كات. بس احنا بنقول
لسه القصة ما خلصتش، دي البداية. ويا سلام لو عملت لايك وسبسكرايب وفعلت الجرس علشان تبقى أول واحد يعرف لو قرروا يعملوا جزء تاني من القصة المجنونة دي. سلام.